السيسي كل ما يتزنق يجيب شوية الفنانين والرقاصين والأذرع الإعلامية وشوية الملزقين اللي بيسموهم مثقفين ويقعد معاهم ويمسك الميكروفون زي شاويش المسرح ويبدأ في الهرتلة. في آخر لقاء معاهم قال إن كل همه إنه يحافظ على الدولة ومؤسساتها. يا ترى إيه هو شكل الدولة المصرية اللي السيسي عاوز يحافظ عليه؟ الدولة اللي يقصدها السيسي هي اللي تأسست بعد 52 على إيد عبد الناصر والعسكر اللي معاه، واللي ببساطة أسسوها على 3 أركان: عسكر وفن وفلوس، وكله منفذ على بعضه، وطبعا المصالح مشتركة. يبقى احنا عشان نحافظ على الدولة والثروة ما تروحش لحد غريب لازم نتجوز من بعض. دي كانت سياسة العسكر من 60 سنة لحد دلوقتي، وتعالوا بينا نشوف. المشير عبد الحكيم عامر الصديق الصدوق لجمال عبد الناصر وتاني أكبر راس في البلد كان متجوز الراقصة برلانتي عبد الحميد، ومش بس كده، ده عبد الناصر بنفسه شهد على عقد الجواز. ووقت نكسة 67 والهجمات الإسرائيلية كان سيادة المشير بيقضي وقت رومانسي مع المطربة وردة في سينا، وعشان يرجع للقاهرة بالسلامة بصحبة ربة الصون والعفاف وقفوا كل بطاريات الدفاع الجوي عن مهاجمة المقاتلات الإسرائيلية عشان طيارة سيادة المشير تعدي بالسلامة. مدير المخابرات صلاح نصر كان متجوز واحدة كومبارس اسمها اعتماد خورشيد، رغم انها كانت على ذمة راجل تاني، وكمان كانت حامل من جوزها، ومش بس كده، ده من جبروته خلى جوزها يشهد على عقد الجواز. علي صبري راجل الجيش الأول في عهد عبد الناصر كان متجوز المغنية مها صبري، وشعراوي جمعة بتاع التسجيلات والدراع اليمين لعبد الناصر كان واخد الممثلة العفيفة شويكار صديقة خاصة له. وزير الداخلية النبوي اسماعيل كان متجوز المطربة فايدة كامل. أسامة الباز سكرتير مبارك كان متجوز الممثلة نبيلة عبيد في السر، والظاهر إنها حكت تجربتها معاه في فيلمها الراقصة والسياسي. رئيس الوزراء عاطف صدقي كان متجوز الراقصة اليهودية نيلي مظلوم اللي كانت اسمها ناتاليا في فيلم ابن حميدو، وطول الفيلم طالعة بالمايو. وبما اننا بنتكلم عن مؤسسات الدولة نتكلم بقى عن وزارة الثقافة. وزارة الثقافة طول عمرها مخور للناس الشمال، وأطول وزير ثقافة كان فاروق حسني المعروف عنه الشذوذ الجنسي. كلنا فاكرين ضابط المخابرات موافي اللي هو صفوت الشريف، ده بقى مسك وزارة الإعلام وبعد كده مسك رئيس مجلس الشورى وبقى من أهم رموز نظام مبارك. كانت مهمته الأساسية إنه يحضر السهرات والليالي الملاح ويجهز الفنانات والرقصات للزعماء والرؤساء. ولو مش مصدقني اسمع اعتماد خورشيد ومريم فخر الدين وغيرهم من الفنانات اللي فضحوا الدنيا في حواراتهم على التلفزيون بعد ثورة يناير. كده بقى ما نستغربش لما مطرب زي هاني شاكر يطلع يدافع عن الجيش ويطالب بقتل الإخوان من غير محاكمة. على فكرة هاني شاكر عديل سامح فهمي وزير البترول الحرامي اللي شحت غاز مصر لإسرائيل، وسامح فهمي ده ابن جمال عبد الناصر متجوز أخته، يعني كلهم حبايب ونسايب مع بعضيهم. وخد المفاجأة دي كمان، حفيد عبد الناصر ابن بنته هدى من جوزها الجاسوس أشرف مروان هو صاحب القناة القذرة اللي اسمها ميلودي، وكان متجوز بنت السكير عمرو موسى. عمرو موسى ده بقى مرات ابوه تبقى الممثلة اليهودية رائية إبراهيم، وله منها أخ يهودي عايش في فرنسا. ما تستغربوش بقى لما تعرفوا ان السيسي أمر بعلاج مريم فخر الدين ومعالي زايد ولميس جابر وغيرهم في المستشفيات العسكرية. مش بقولك ان علاقة الجيش بالفن والفنانات قديمة، امال يعني هي نكسة 67 جت من فراغ؟ شوية قادة وسابوا العسكرية وانشغلوا بالفنانات والسياسة، يبقى هي دي النتيجة الطبيعية. تفتكروا بعد الخراب ده كله الناس بدأت تفهم العسكر على حقيقتهم؟ سيبك انت، احنا عندنا خير أجناد الأرض.